لا تزال اليد الطولى لما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية تضرب في كل مكان، فبعد سوق الكرادة المكتظ بالمتسوقين وشارع نيس الساحلي المكتظ أيضا بالمحتفلين، أتى الدور على ألمانيا التي وصلها أكثر من 1,000,000 لاجئ قبل عام، أحدهم أفغاني الجنسية يبلغ من العمر 17 عاما، قام بمهاجمة مسافرين على متن قطار محلي يربط بين مدينتي ترويشتيلغن وفورتسبورغ، مستخدما فأسا وسكينا، مخلفا 21 جريحا، حالة 3 منهم حرجة للغاية، وقد تبنى ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية العملية. نستطيع أن نتأكد الآن أن المهاجم قتل أثناء محاولته الهروب. لدينا 3 إصابات حرجة وإصابة خفيفة، وهناك الكثير من الناس لا يزالون تحت الصدمة، ونستطيع أن نعتبرهم من الجرحى. كما نستطيع أن نؤكد لكم أن المهاجم كان مسلحا بسكين وفأس. بريطانيا هي الأخرى كانت مسرحا لعمليات، ففي الوقت الذي يصادق فيه مجلس العموم البريطاني على تجديد نظام الردع النووي، قتل 3 أشخاص قرب حوض للسباحة بوسط إنجلترا بعد أن هاجمهم مسلح وانتحر. من جهة أخرى، وفي إطار الحرب الشرسة التي تقودها واشنطن على ما يعرف بتنظيم الدولة، قتل أكثر من 100 شخص من بينهم عائلات بأكملها بغارات يرجح أنها للتحالف الدولي على قرية تخار شمال مدينة منبج المحاصرة شرق حلب. دخلت الحرب على الإرهاب مرحلة جديدة أكثر صعوبة، خاصة مع ظهور استراتيجية الذئاب المنفردة، والتي تعتبرها الاستخبارات الأمريكية التحدي الأصعب في هذه الحرب. فكيف يمكن مواجهة أفعال منعزلة يقوم بها أشخاص عاديون قد تجد غطاء في فكر تنظيم متشدد؟ وكيف يمكن للعالم أن يجد المعادلة الأصعب، وهي كيف يتم القضاء على الإرهاب دون أن تصبح تلك المواجهة تربة خصبة لولادة مزيد من المتشددين؟